السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين؟ يا رب تكونوا بخير. اول حاجة كده نصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. ولو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي. النهاردة عملت معاكم بسكوت العيد بطريقة سهلة بسيطة جدا وكلكم هتحبوه، وكمان احسن من بتاع المخابز. اصلا شايفين شكله بيتكلم عن نفسه. يلا بينا اقول لكم المقادير بالجرامات وبالمعايير بالكوبايات كمان. اول حاجه كده معايا 3 اكواب من الدقيق بيساوي 500 جرام، معايا بيضتين، معايا معلقه نشادر 5 جرام، معلقه نشادر صغيره، معايا كوبايه الا ربع من السمنه 160 جرام، وكوبايه الا ربع من السكر برضو 160 جرام، واربع معالق حليب دافي، ومعايا عصير تانج وريحه برتقان، ومعلقه صغيره من البيكنج باودر 5 جرام، وكيس فانيليا صغير. اول حاجه كده بحط معلقه النشادر الصغيره اللي هي 5 جرام على الاربع معالق حليب دافي واقلبهم كده. هتحسوا ان في فوران بسيط بس ده عادي، واسيبهم على جنب وابدا اعمل عجينه البسكوت. اول حاجه كده بنزل بالسمنه واحط عليها السكر البودره واضربهم مع بعض بالمضرب الكهربائي او بالعجان او بالمضرب اليدوي، اي حاجه متوفره عندكم. زي ما انتم شايفين كده ببدا اضربه لحد ما القوام بتاعه يبقى كريمي. شايفين ده كده السمنه والسكر، شايفين قوامهم بقى كريمي ازاي؟ ده القوام اللي انا عايزاه للسمنة والسكر مع بعض. هبدأ بقى اشغل عليهم المضرب تاني، وهنزل باول بيضة واضربها مع الخليط. زي ما انتم شايفين كده حطيت اول بيضة وضربتها مع الخليط، وبحط بيضة بيضة، واحط كده تاني بيضة. اول ما احس ان البيضة اختفت خلاص هحط تاني بيضة، عشان نحافظ ان احنا الخليط يفضل كريمي زي ما السكر والسمنة كانوا معمولين. حط بقى ريح البرتقان كده. ريح البرتقان دي بتجاب من عند اي حد بيبيع مستلزمات حلواني او العطار. حط بقى عصير التانج. عصير التانج بالبرتقان بجد بيدي للبسكوت طعم برتقان، وكمان بيديله لون حلو وكلكم هتشوفوا في الاخر. هبدأ بقى اضيف النشادر باللبن اللي احنا حطيناها، وكمان اخلطها في الخليط. لو تلاحظوا ان الخليط لسه كريمي معايا لان احنا بنحط كل حاجة بالتدريج، فده بيحافظ ان الخليط يفضل كريمي، ودي خطوة اساسية في نجاح البسكوت بجد. بدأت بقى اضيف ال3 اكواب من الدقيق كوباية كوباية. حط كوباية كوباية وبضربها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. حط بقى المعلقة الصغيرة من البيكنج باودر، وكمان هحط اخر كوباية من الدقيق، وهضربهم بالمضرب لحد ما ابدأ احس ان هما خلاص لموا من الطبق زي ما انتوا شايفين كده. وهطلع بقى المضرب وهبدأ المهم بايدي. بجد المقدار مظبوط جدا وكلكم هتجربوه تعرفوا بنفسكم. فين العجينة اصلا طرية ازاي؟ بجد بسم الله ما شاء الله عجينته حلوة. بدأت احط العجينة كده في الماكينة، دي ماكينة البسكوت اللي بنعمل بيها البسكوت، وده شكله كده. طبعا لما بنيجي نعمل البسكوت بالماكينة بتخلوا حد يلفلكوا وانتوا تمسكوا كده البسكوت تحطوه في الصاج، لان مش هتعرفوا تعملوا الاتنين مع بعض اكيد. زي ما انتوا شايفين كده البسكوتة. انا بحب اعمل بالرسمة او النقشة دي زي بتاع المخابز بالظبط، هي دي النقشة اللي انا بعمل بيها. طبعا هي الاشكال في اشكال كتيرة جدا، بس انا بفضل ان انا اعمله بدي وبحب دي الصراحة. اي زيادات كده حوالين النقشة بشيلها عشان ما تنزلش على البسكوت او تبوظ لي شكل البسكوتة. شايفين اصلا شكلها طالع مظبوط جدا ازاي؟
برضو حبيت اوريكم اشكاله. هو ليه 3 اشكال زي ما انا وريتها لكم كده. وكده خلصت كمية البسكوت كلها. هبدأ بقى ادخل الفرن اسوي على درجة حرارة 160. ولو حب ان انا اديله وش من فوق، يعني لو حسيته ان لونه من الوش عايز لون، بولع عليه من على الوش. زي ما انتم شايفين كده انا سويت المقدار كله. شايفين شكله جميل ازاي؟ واخد اللون الذهبي كمان، ولونه تحفة تحفة بجد، وريحته تحفة، وبسكوت ناجح ومية مية واحسن من بتاع المخابز بجد. جربوه بنفسكم هتعرفوا. اصلا شايفين البسكوتة خفيفة وهشة ازاي؟ شايفين من جوه بجد جميلة جدا. يا رب بجد تجربوه بالطريقة دي وهتعجبكم، وتقولوا رأيكم في الكومنتات تحت. ما تنسوش تحطوا اللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. بجد من جماله مش قادرة اتكلم عنه بجد. تحفة تحفة بجد. شايفين؟ عظمة بجد. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تقولوا لي في التعليقات. مع السلامة.